المشكل في التفكير المفرط ماشي هو انك تفكر بزاف، المشكل في التفكير المفرط هو انك تبقى مقتنع انه الا فكرتي بزاف غادي تقدر تلقى الجواب او تلقى الحل اللي كتقلب عليه. ومن هنا كيبدا الفخ ديال التفكير المفرط. الفخ ديال التفكير المفرط هو انك كتبقى ترجع واحد الهضره في راسك، وكتبقى ترجع لي ديتاي، وكتبقى ترجع كل كلمه، وكتبقى تحلل بزاف لي ديتاي، وكتبقى كتخيل دي سيناريو بوسيبل، وكتبقى كتقول في راسك حيت انت مقتنع بيان سور هو انه الا فكرتي كثر غادي تقدر تحل المشكل او تقدر تلقى الحل للمشكل، او لا غتلقى واحد الجواب، او لا غتفهم مزيان لا سيتوياسيون. ولكن الحقيقه اللي ما كتعرفهاش هو ان هذاك لو مومون الدماغ ديالك ما تيقلبلكش على الحل، الدماغ ديالك تيبقى تيدور في واحد لو سيركل فيسيو ديال الافكار اللي ما كتعطيكش نتيجه ولا ما كتعطيكش واحد الحل. واخر دراسات بينت ان فاش الانسان كيطيح في الاوفر ثينكينغ او لا كيطيح في التفكير المفرط، فالدماغ ديالو كيدخل في واحد الحاله كيبدا كيباسكولي ما بين الماضي والمستقبل. ولكن في اغلب الحالات الانسان ما كيلقاش واحد الحل بهذه الطريقه، الانسان بالعكس كيولي كيدخل في واحد الحاله كيتزاد عنده القلق، كيتزاد عنده الشك بزاف، اي سورتو كيولي صعيب عليه انه يدير واحد لاكسيون. فالتفكير المفرط هو كيخليك تحس انك تقدم، ولكن اون رياليتي انت كتبقى واقف في بلاصتك، الدماغ ديالك كيتحرك ولكن حياتك كتبقى كتسناك. فاذا لقيتي راسك انك عندك لوفر ثينكينغ اولا التفكير المفرط، خاصك تعرف انه ماشي عندك واحد الفابلاس كيلكو بار، ولكن خاصك تعرف ان الدماغ ديالك هو راه دخل في هذه الحاله لانك انت كتقلب على انك تحس بواحد لو كونترول، اولا تحس براسك انك ولي عندك واحد التحكم في واحد لا سيتوياسيون، سورتو الا طحتي في واحد الصدمه، او الا طحتي في واحد الخيانه، او الا طحتي في واحد لي دوت، ولا من بعد اون سيباراسيون، ولا من بعد واحد المرحله اللي بدا كيبان لك فيها الغموض، ما بقاش كتبان لك كلير، لان الدماغ ديالك تيبغي يحميك من اي سيتوياسيون انت بالنسبه لك كتعتقد انها فيها ان دونجي. ولكن في هذه الحاله راه كيتزاد عندك القلق، او لا الا كنتي ديبريمه كتزاد عندك لا ديبرسيون، او الا كنتي اون بيرن اوت كتزاد هذيك الحاله اللي كتكون القلق المفرط فيها، او لا كيكون لوفر ثينكينغ هو بارمي لي سيمبتوم اللي كيكونوا كيتعاودوا كل نهار. فانا خاصك تعرف مزيان انه ماشي بالضروره انني كل فكره خصني نلقى لها هذاك الجواب اللي انا تنقلب عليه، لان بعض المرات كاينين واحد الافكار اللي خاصني ضروري انني غير نلاحظهم ونخليهم يدوزوا، لان باش نخرج واحد الحاله دو ماليتر كنكون عايشاها مع راسي ماشي بالضروره انني خصني نفكر بزاف، فنقدر انني خصني ندير واحد لاكسيون بسيطه اكثر ما انني خصني نفكر، لانني غادي نحتاج ندير واحد لاكسيون واخا تكون غير بسيطه اكثر ما انني غادي نحتاج انني نفكر بزاف. حيت خاصنا نعرفوا انه بالاكسيون التفكير المفرط كيبدا كيرجع باللور اوتوماتيكمون كيبدا كينقص. وإلا كتعاني من هذا المشكل ديال التفكير المفرط كتب لي في لي كومونتير.